تليفوني الابلكيشن او التطبيق اللي مصر كلها بتدور عليه دلوقتي ومش لاقيه. دخلت انا على جوجل برضو مش لقيته. لازم ما تعرفش تليفوني هو، فهو ابلكيشن الدوله منزلاه دلوقتي. ناس كتيره جدا عماله تدخل وتبحث على موبايلاتها وتلاقي عليها ضريبه 11000 14000 17000، ارقام كبيره جدا. فالسؤال اللي احنا طالعين نجاوب عنه، طبعا احنا جايبين الابلكيشن اللينك في صندوق الوصف لو انت معاك جوجل بلاي او لو انت معاك اي او اس او معاك ايفون، فاللينكات موجوده تقدر تدخل تحملهم وتبحث وتشوف هل موبايلك دوت عليه فلوس ولا لا. عايز تصلي على النبي قبل ما نكمل الفيديو، لايك، اشترك معايا في القناه. احنا هنا مهتمين باي حاجه الناس مهتمه بيها، فاشترك معانا. السؤال الاهم قبل ما نبدا اي حاجه، الكلام ده موجه لمين؟ للناس اللي معاها موبايلات عموما في مصر، ولا التليفونات الجديده اللي انت هتشتريها، ولا التليفونات اللي جايه من بره؟ الكلام ده موجه بنسبه 90 95 بل 100% للتليفونات اللي لسه جايه جديد من بره. المفروض القرار ده متطبق النهارده، فالموبايلات اللي جت قبل النهارده ما يكونش عليها حاجه، ولكن ناس كتير اتفاجئت ان في موبايلات كتيره مثلا جايه الشهر دوت او جايه بقالها حاجات بسيطه برضو نزل عليها فلوس ونزل عليها ضرايب. فادخل واطمن. انا برضو دخلت رغم ان موبايلي معايا بقاله سنتين ولا 3، ولكن قررت ان انا ادخل واشوف، ربما يكون منزلين عليه ضرايب هي مش ناقصه. ما هو قدامك كده الابلكيشن بتدوس عليه بيبدا ان هو يفتح معاك تليفوني من مصلحه الجمارك المصريه. فتمام بتقول ابدا، بيقول لك لديك 10 محاولات فقط بدون تسجيل. هو محتاج منك رقم الجهاز بتاعك، فبتطلع بره وبتكتب نجمه شباك 06 شباك، تمام، بيظهر لك الرقم ده بتنسخه او بتكتبه معاك مثلا في اي حاجه عشان تكتبه في الابلكيشن. لان انا حاولت انسخ واعمل لصق ما ينفعش في الابلكيشن، تمام، فكتبته بره وبعد كده كتبته في الابلكيشن. فانا هكتب الرقم اللي انا نسخته دلوقتي قدام منك، وبعد كده نشوف هل هيطلع عليا فلوس ولا لا. ربنا يستر. كتبت انا دلوقتي الرقم، تمام، هعمل استعلام وزي ما هو قدامك طلع لي نوع الموبايل بتاعي اللي هو اوبو رينو 6، ومسجل عدد الارقام التعريفيه اللي هي ارقام يعني 2 والمبلغ المستحق 00 جنيه. فالموبايلات القديمه يا جدعان انت لو بحثت عليها مفيش اي حاجه عليها. اما الموبايلات الجديده اللي لسه جايه من بره مصر، وده قرار غريب يعني صراحه، ولكن الموبايلات اللي جايه من بره مصر دلوقتي هتدفع عليها ضريبه، ودي حاجه غريبه ومش مفهومه، ومعرفش يعني المقصود منها ايه، غير طبعا ان هم يلموا فلوس اكتر. بس حبيت اشرح لك الطريقه لان في ناس كتيره مش لاقيه الابلكيشن وناس كتيره مش عارفه الموضوع ماشي ازاي، ولكن الكلام ده موجه للتليفونات الجديده اللي جايه من بره مصر. اي موبايل هيدخل دلوقتي هتلاقي عليه ضريبه، ف بره مصر خليك بره مصر بقى. بس كده فيديو قصير جدا عن تليفوني. لو انت عندك اي حاجه سيبها لي في الكومنتات، بتابع معاك كل ما هو جديد. اشترك. سلام.